كاين واحد القانون غريب في الطبيعة واخا ما كنلاحظوهش، واللي هو انه لكل نهاية كاينة بداية جديدة. البذرة كتدفن في الارض وكتفكك من الداخل باش تخرج منها شجرة. الافعى كتبدل الجلد ديالها كامل حيت الا بقات فيه غادي تموت. هادشي ماشي غير صور، هادشي هو طريقة الحياة في التجدد. ولكن المشكلة هي أنه حنا كبشر كنخافو من النهاية، كنتشبثو بنسخ قديمة من راسنا حيت معروفة مألوفة ومريحة بالنسبة لينا واخا تكون كتأذينا. كاين واحد الحقيقة خاصك تفهمها، انت ماشي شخص واحد ثابت، انت مجموعة ديال النسخ كتبدل مع الوقت. كاين نسخة فيك تعلمات كيفاش تحميك، كتسكت باش ما تجرحش، كتوافق باش ما تخسرش الناس، وكتختار الطريق السهل باش تبقى آمن. هاد النسخة ماشي خايبة، غير هي كانت ضرورية في واحد المرحلة من حياتك. ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل كيبدا منين كتبقى هي اللي كتسير لك حياتك دابا. علاش التغيير كيبان لينا صعيب؟ حيت اي تغيير حقيقي كيخلق واحد الاحساس ديال الفراغ، كتوقف تكون الشخص اللي عارف راسو كيفاش خاصو يتصرف، وفي نفس الوقت مازال ما بديتيش تولي الشخص الجديد. وهاد اللحظة بالضبط هي اللي كتخوف، حيت العقل ديالنا كيرتاح في المعروف واخا ما يكونش هو الافضل. ولكن الحقيقة هي ان الفراغ ماشي خطر، الفراغ هو واحد المرحلة انتقالية، هو المساحة اللي كتولد فيها حاجة جديدة. كاين واحد الصوت داخلي كيحاول يحميك ديما، كيقول لك خليك كيف ما انت، ما تبدلش بزاف، دير غير المضمون. هاد الصوت كيبان منطقي، ولكن في الكثير من الحالات هو غير خوف لابس شكل الحكمة. الثبات ماشي ديما امان، احيانا كيكون توقف. التغيير الحقيقي ماشي هو تزيد عادات جديدة وصافي، التغيير هو انك تخلي شي حوايج تمشي، افكار كترجعك للور، علاقات كتنقص منك وما كتزيدش بك القدام، وصورة قديمة ديالك ولات ما كتمثلكش. حيت شي حوايج ما خاصهاش غير تحسن، خاصها تموت. وهنا كيجي النضج الحقيقي، انك تقول بكل صراحة هاد المرحلة صافي سالات. الحياة ما كتطلبش منك تكون نسخة جديدة كل نهار، ولكن كتطلب منك ما تبقاش نفس النسخة ديما. الا بقيتي متمسك بكل ما هو قديم غادي تعيش حياة صغيرة على قدها، ولكن الا خليتي شي حوايج تمشي كتفتح مساحة جديدة لداخل ديالك، وفي هاد المساحة كتبدا تولد نسخة افضل واصدق منك. ماشي ضروري تكون جديد اليوم، غير ضروري تسمح للقديم يمشي. وهنا كيبدا كل شيء. كانت هذه حلقة اليوم من نومة، تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الحلقة الجاية.